مع اول يوم في شهر 2، اليوم اللي قال فيه اليوتيوب واعلن انه هيتم الربح من الفيديوهات القصيرة ومشاركة الأرباح من الفيديوهات القصيرة مع منشئ المحتوى اللي بيشتغل على الفيديوهات القصيرة. وحصل النهاردة تحديث في صفحة الأرباح والطريقة اللي هيظهر بيها ربح الفيديوهات القصيرة. ازاي هنتابع الأرباح بتاعتنا؟ نعرف كده مع بعض ونشوف. هتيجي هنا من الصفحة الرئيسية في استوديو اليوتيوب وهتدوس على الإحصائيات. هتلاقي عندك الصفحة اللي احنا متعودين عليها. تأكد ان هنا اخر 28 يوم. هندوس على خانة الارباح. ممتاز جدا. طبعا احنا متعودين ان في المكان ده بيكون فيه 3 اختيارات او 3 مؤشرات: الارباح المقدرة والار بي ام والتكلفة لكل 1000 ظهور. ولكن دلوقتي مكتوب لك رقم 1 او تقدير 1 او قيمة واحدة، وهي الارباح المقدرة خلال اخر 28 يوم. ربحك كام؟ وده اللي انا كنت بقول لكم عليه من الاول. ما تشغلوش بالكم لا بار بي ام ولا بتكلفة، اشغل بالك بالربح اليومي. ننزل لتحت كده ونشوف مع بعض التحديثات. اول تحديث في الارباح التي يتم تحقيقها، بدل ما كانت الارباح الجديده او الشهور الجديده تبقى تحت، اصبحت الشهور الجديده فوق. يعني دلوقتي يناير، لما يدخل علينا فبراير بكره ولا بعده هتلاقي فبراير ظهر هنا ما ظهرش تحت. نيجي بقى لاداء المحتوى، ده اللي ظاهر فيه ارباح الشورتس. ادي ارباح الفيديوهات. بيقول لك ان ربحك من الفيديوهات العاديه اللي هي الطويله $5.5 من كام مشاهده؟ من 27,000 مشاهده. الارباح لكل 1000 مشاهده اللي هو الار بي ام 20 سنت، ده المتوسط. وطبعا زي ما انتم شايفين ان دي الارباح او ده المكان اللي هيظهر فيه ارباح الفيديوهات القصيره. هنا الارباح اللي انت حققتها اخر 28 يوم، وطبعا هنا هتلاقيها صفر عند معظم الناس اللي خصوصا لسه ما اشتغلتش على الفيديوهات القصيره. وهيقول لك انت جبت كام مشاهده من الفيديوهات القصيره. ولما ترجمنا الجمله دي زي ما انتم شايفين: وقد تتغير هذه الارقام مع طرح اعلانات الخلاصه القصيره اللي هي الفيديوهات القصيره في شباط اللي هو اول فبراير، اللي هو الشهر اللي احنا فيه حاليا. كل شهر حضراتكم طيبين. ولو كملت تحت كده هتلاقي لمحه عن مصادر ارباحك. نرجع بس نرجع الصفحه زي ما كانت. لمحه عن مصادر ارباحك، دي ارباح الفيديوهات، ارباح الشورتس، ودي الفيديوهات اللي بتجيب لك اعلى ربح. هتقدر تعرف الفيديوهات الطويله والقصيره اللي بتجيب لك اعلى ربح على القناه. طبعا التمويل من المعجبين اللي هي الانتساب، التكلفه الذي يدفعها المعلنون اللي هي التكلفه لكل 1000 ظهور اللي كانت بتبان فوق عندك. بيقول لك المتوسط يعني 60 سنت لكل 1000 ظهور. وطبعا دي بتختلف من قناه لقناه والمحتوى المحتوى ده احنا كنا شرحناه قبل كده كتير في الحلقات اللي فاتت. عشان ما اطولش عليكم، هو ده التحديث الجديد اللي اعلن عنه يوتيوب بخصوص ظهور ارباح الفيديوهات القصيره. لو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.